خالد بيتمرن في الجيم فظهره وجعه لأي سبب من الأسباب، فقرر أو حد قال له إن لازم يبطل تمرين، فريح خالص فترة طويلة فالألم قل، فقرر خالد إنه يرجع يتمرن بنفس الأوزان اللي كان بيتمرن بيها، فالألم رجع تاني فقرر يوقف تمرين خالص. اللفة دي كلها للأسف غلط في غلط. العضلة اللي فيها ألم مش أحسن حل ليها إنك توقف تمرين عليها خالص، لأنك لما توقف تمرين عليها هتضعف، ومع أقل مجهود تاني الألم هيرجع يزيد، فده هيخليك خايف إنك تتمرن بعد كده، فالمكان بيضعف أكتر فبالتالي الألم بيزيد أكتر، وتفضل في الدايرة المقفولة دي ومش قادر تطلع منها للأسف. تعال أقول لك الحل السليم. أول حاجة ما توقفش تمرين أبدا. تاني حاجة لازم تلاقي طريقة أو حمل تحطه على العضلة من غير ما تزود المشكلة. ما ينفعش تاخد راحة سلبية إلا في حالات محدودة قوي، لأن المنطقة المصابة لازم تتقوى تاني ويتحط عليها حمل مناسب ليها. خدها قاعدة، الألم اللي بيقل مع تخفيف الوزن هي أسهل مشكلة على الإطلاق، فأنا مش محتاج منك غير إنك أنت تقلل وزن عشان تقوي المنطقة اللي ضعفت دي من تاني، وده من خلال تدرج في الأوزان وتركيز في الأداء. لكن إنك توقف تمرين خالص عمره ما كان حل.